السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ويوم جديد في خمسة رياضة مع تيسير. ومعانا النهاردة مباريات مثيرة وتغطية للبطولة العربية. النصر والشباب والرجاء والوحدة الإماراتي. كلها مباراة مثيرة. كان النصر لعب النهاردة مع الرجاء المغربي، والشباب لعب مع الوحدة الإماراتي. ومعانا النهاردة كمان العقوبات اللي وقعت على الأهلي من قبل لجنة المسابقات، وهل سيستمر ميشيل يانكون وسامي قمصان مع الفريق ولا لأ، ومعسكر النادي الأهلي والجديد في موضوع سيد عبد الحفيظ. كل ده هنقوله النهاردة، بس خليكم معانا للآخر. واللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك في القناة، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل له شير. ونبدأ نقول بسم الله. البطولة العربية النهاردة ماتشاتها مثيرة جدا. كان في مباراتين. النهارده كان في مباراتين. طبعا النصر السعودي مع الرجاء المغربي، والوحدة الإماراتي مع الشباب. النصر السعودي مع الرجاء المغربي، سيطر النصر السعودي وظهر بشكل جديد تماما عن دور المجموعات. في دور المجموعات كانت مباريات النصر السعودي دايما احنا بننقدها، وقلنا ان مش ده النصر بنجومه دي كلها، المفروض يلعب مباريات اقوى من كده. لكن هو النصر السعودي تقريبا اتعلم من المباراة بتاعة الزمالك، لانه نازل واثق من نفسه جدا، وتفاجئ ان الزمالك ند ليه وكاد ان يخرج من البطولة. لكن النهاردة النصر الاماراتي بيقول انا من اكبر الاندية السعودية، من اكبر الاندية في قارة اسيا، ومنافس قوي على الدوري وعلى كل البطولات. النهارده النصر السعودي مختلف تماما، وده السبب في نص الملعب بتاع النصر السعودي. المباريات اللي فاتت في دوري المجموعات كان مفيش اندماج بين اللعيبه، مفيش انسجام. لويس كاسترو كان لسه ما عملش الانسجام الكامل بين اللعيبه، لكن النهارده قدر يعمل الانسجام ده، ونص الملعب ادى النصر السعودي الافضليه في الفوز. بقى كان رابط كويس بين الهجوم وبين الدفاع. وشفنا النصر السعودي وهو بيكسب الرجاء المغربي، الفريق الكبير جدا في القارة الإفريقية. كسبوا 3 في مقابل 1، وكان ممكن يكسب أكتر من كده كمان. والرجاء المغربي كده يبقى آخر فريق من القارة الإفريقية كان موجود في البطولة وخرج. عشان كده دايما يجي في أذهاننا ويجي في الذاكرة مع العبارة دي النادي الأهلي المصري. النادي الاهلي المصري لو موجود في البطوله كان هيفرق كتير، وكان هيبقى في مراكز متقدمه عن كده، ودي قيمه الاهلي عن باقي الانديه الافريقيه. لكن في النهايه النصر كسب الرجاء 3-1 بقياده كريستيانو رونالدو، اللي جاب هدف من الاهداف. وبكده يصعد النصر السعودي القوي، اللي بيقول لنا ان الموسم الجاي، او بيقول لفرق الدوري السعودي الموسم الجاي يبقى موسم صعب عليكم في وجود النصر السعودي بقيادة كريستيانو وباقي النجوم. وان اي فرقة هتلاعب النصر السعودي لازم تبقى عامله له حساب وخايفه ان هي تقابل النصر السعودي بالمستوى اللي ظهر بيه دلوقتي. حتى كان اللاعب الخيبري كان على وشك ان هم هيطلعوه اعاره، لكن لويس كاسترو النهارده عمل منه نسخه تانية. عمل ماتش كويس جدا، وبنقول مبروك للنصر النصر السعودي الصعود لنصف النهائي، وهيقابل الشرطة العراق. نيجي بعد كده الوحدة الإماراتي والشباب. الوحدة الإماراتي والشباب كان ماتش مثير جدا. الشباب اتطرد منه في الدقيقة حاجة وعشرين تقريبا 24، اتطرد منه لاعب، ولعب الفريق ناقص لاعب طول الفترة ديت، وما قدرش الوحدة الإماراتي يستغل الفرصة ديت خالص. ما ظهرش بشكل كويس، ما ظهرش بتهديدات على المرمى لحد الشوط الثاني في الدقيقة حاجة و70 تقريبا. يطرد لاعب من الوحدة الإماراتي وتتساوى الكفتين، تبقى المباراة كما هي في مستوى متوسط او مستوى فني متوسط. مفيش خطورة قوي هنا، مفيش خطورة الا اذا كانت كورة او كورتين. مستوى الفني للمباراة متوسط، مفيش فريق كان اعلى من التاني، واللاعب الابرز كالعادة هو بانيجا. وينتهي الوقت الاصلي ويذهب الفريقين لضربات الترجيح، ليفوز الشباب على الوحدة الاماراتي ويصعد لنصف النهائي لمقابلة الهلال السعودي. وبكده لو احنا فكرنا كده يا جماعة هنلاقي بالتخمين كده، هتلاقي ان النصر، فريق النصر اذا كسب فريق الهلال، اذا كسب هيوصلوا للنهائي، او العكس طبعا اذا حصل العكس الشباب اذا كسب مباراته هيوصل للنهائي، وهكذا. بس انا تفسيري او انا توقعي ان النصر والهلال في النهائي، النصر السعودي والهلال السعودي في النهائي، وهيبقى ماتش
قوي جدا. وبكده يبقى اخبارنا عن البطولة العربية انتهت، وننقل على اخبار النادي الاهلي. اخبار النادي الاهلي: لجنة المسابقات في الاتحاد المصري وقعت عقوبات على النادي الاهلي وعلى النادي المصري اثر مباراتهم الاخيرة في كأس مصر عشان الأحداث اللي حصلت في المباراة. والعقوبات كانت كالآتي: حرمان جماهير النادي الأهلي اللي كانت متواجدة في المباراة وجماهير المصري اللي كانت متواجدة في المباراة من حضور مباريات فريقهم لمدة مباراتين. ده أول عقوبة. تاني عقوبة: مساعد كولر لا يحضر المباريات مع الأهلي لمدة مباراتين وغرامة 20,000 جنيه. دي تاني غرامة. علي ماهر أو كابتن علي ماهر مدرب النادي المصري 4 مباريات، اتوقف 4 مباريات و20,000 جنيه غرامة. والعقوبة الأخيرة عامل الملابس للنادي المصري ممنوع يتواجد مع فريقه في المباريات لمدة عامين. وده طبعا كان أثر الأحداث اللي حصلت في نهاية المباراة بينهم في آخر مباراة في الكاس اللي فاز بيها الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد للنادي المصري. ده اول خبر عن النادي الاهلي. الخبر الثاني عن النادي الاهلي: كان في ناس او السوشيال ميديا طلعت قالت ان سامي قمصان وميشيل يانكون مش مكملين مع الاهلي، لكن الخبر ده غير صحيح، او معلوماتنا بتقول ان هو غير صحيح. هم مكملين مع الاهلي كما هما في مواقعهم وبيقدموا كل جهودهم عشان تقدم النادي الاهلي. طب ايه الخبر الثالث للنادي الاهلي؟ الخبر الثالث ان النادي الاهلي قرر يعمل المعسكر بتاعه في النمسا من 28 اغسطس الى 6 سبتمبر، وان كولر اما هيجي مصر ويروح مع الفريق، يسافر مع الفريق، او هيروح على النمسا مباشرة عشان يلحق الفريق هناك. اما اخر اخبار كابتن سيد عبد الحفيظ، فاللي عرفناه ان كابتن سيد عبد الحفيظ رفض العمل في لجنة التخطيط او في منصب تاني في النادي الاهلي، لانه تفاجأ بالخبر او بخبر اقالته. واللي عرفناه برضو ان هو قرر يبتعد عن الكرة شوية وممكن يعمل في الاعلام في قناة فضائية. وكابتن خالد بيبو سيتولى المنصب مدير الكورة، ونتمنى له التوفيق ونتمنى للاهلي طبعا التوفيق ايا كان القرار اللي الاداره خدته. احنا بندعمه واكيد هم ادرى بمصلحه النادي الاهلي، ومنتظرين ان الاداره او كابتن محمود الخطيب يقول لنا تفسير اقاله كابتن سيد عبد الحفيظ او ايه الاسباب اللي تم اقالته عشانها. ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو جديد. ويا ريت نعمل لايك ونعمل شير ونشترك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.